السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة الفجر لصناعة بطاريات الدواجن وتأسيس العنابر. إن شاء الله في الفيديو ده هنستعرض ونحاكي تجربة واقعية لتشغيل الخلية مع الشفاط. طبعا احنا هنا حاطين الخلية ورا منها الشفاط، تمام، علشان بنعمل تجربة كده، لكن في الواقع بيكون الخلية في العنبر ناحية والشفاط في الناحية المقابلة ليها. طبعا الخلية دي متر في متر، سمك 10 سنتي. احنا هنا عندنا او بنصنع جميع المقاسات بداية من متر في 60 ل3 متر في متر ونص، سمك 10 وسمك 15. طبعا احنا برضو هنا معانا ترمومتر. احنا هنا معانا الترمومتر ده حاطين الحساس بتاعه جوه ميه، جوه ميه ميه سخنه او ميه دافيه، علشان نرفع الحراره بتاعه الترمومتر. اهو الحراره عماله تزيد، اللي هو حراره الاوت اهو 43. هنرفع الحراره مؤقتا، تمام، وبعد كده هيوصل 58. وبعد كده هنحط الترمومتر ده قدام الخليه، ونلاحظ الهبوط السريع في درجة حرارة. ده دليل على التبريد الخاص او التبريد الناتج من الخلية. طبعا بنأكد مرة تاني ان الاخرام الموصورة اللي بتكون في الخلية بتكون الاخرام اتجاهها لفوق. الاخرام الموصورة اهو اتجاهها لفوق. احنا برضو ادينا او لحظات وهنشغل الخلية، نشغل الغطس بتاع الخلية ونشغل الشفاط. احنا اهو كده شغلنا الغاطس وشغلنا الشفاط اهو. الشفاط ورا الخلية. احنا بنحاكي دفع الشفاط للهواء السابق كده اهو. الغطس اشتغل وبدأ يرفع كده. الغطس اشتغل وبيرفع ميه في الخلية. نلاحظ اهو قوة الغطس او الاخرام الموصلة بتكون لفوق، تمام. نمسك الترمومتر كده ونشوف الحرارة كام. الحرارة طبعا وصلت 27، بس احنا هنجرب الترمومتر اكتر من الخلية ونلاحظ النزول الحرارة اهو. الحرارة وصلت 26. انا بتكلم على حرارة الاوت دي. حرارة وصلت 27، بعد كده وصلت 26 اهو، وصلت 25 اهو، تمام. والحرارة مستمرة في النزول. طبعا انا حاسس بكمية هواء بارد بطريقة يعني فوق الممتاز. الحرارة وصلت 24. الحرارة وصلت 24، كانت 27 في البداية، وهتستمر في النزول اكتر واكتر، تمام. هتستمر في النزول اكتر واكتر. اوعى تحرك الخلية يا محمد. بعد كده اهو شايفين الترمومتر ازاي ثبتناه اهو. نلاحظ الحرارة وصلت 24 اهو، 23. معذرة بس الترمومتر وجع مني. 23 اهو، وهتستمر في النزول اكتر واكتر اهو، وهكذا. طبعا متاح جميع انواع الورق، سمك 10 وسمك 15. هذا شغل الشفاط اهو. وادي الخلية اهو قصاد منه اهو. وادي الخلية وادي الشفاط. شفاط 60 في 60 اتحاد ربع. مؤسسة الفجر لصناعة بطاريات الدواجن وتأسيس العنابر. منتظرينكم ان شاء الله، تشرفونا وتنورونا في اي وقت.